يكون مهندس موقع شاطر. الصراحه الموضوع ملوش علاقه بهندسه. مهندس موقع يعني بروبلم سولف، شخص قادر على حل المشاكل، حلال عقد يعني. وحلال العقد ده لازم يكون عنده شويه سكيلز معينه، زي مثلا انه يكون كرييتيف. حتى السايت محتاجين كرياتيفيتي فيه، مش بتوع الديزاين بس اللي محتاجين كرياتيفيتي. محتاج كرياتيفيتي في ان هو مش شرط يحل المشكله بالطريقه المعتاده، ممكن يكون حل المشكله في الحاجات اللي حواليه. مش محتاج يعمل كولز او يستعين بحد، وهو حواليه ريسورسز معينه ممكن يستخدمها ويحل المشكله ويمشي الدنيا علشان الوقت، عشان ما يحصلش ستريتشنج في التايم. حاجه زي كده محدش هيشوفها لو هو مش مركز حواليه بشكل كرييتيف معين. فاهم طبيعه الماتيريالز المختلفه والسبيكس بتاعتها والمواصفات بتاعتها، وكل حاجه هترفلكت او هتاثر على طبيعه الشغل وتركيبه ازاي. حاجه زي كده بتاثر طرق كتيره جدا، وبتخليه يشتغل باغلى الخامات باكتر بروتكشن يقدر يوفره وباذكى طريقه. ودي محتاجه بس مخ، مش محتاجه امكانيات رهيبه، محتاجه حد واثق عنده النولج ان هو ينفذها بشكل شيك ومظبوط، وفي نفس الوقت بيحترم طبيعه الماتيريالز. مهم كمان يكون عنده سوشيال انتليجنس او ذكاء اجتماعي، يعرف كويس يتكلم باي طريقه مع مين. الشخص ده بيتعامل مع طبقات كتير جدا، صناعيه، مقاولين، عماله. العماله احيانا كتير بيكونوا الباك جراوند هو مش بيقرا اصلا، مش بيعرف يقرا ويكتب، مش بيعرف يقرا اللوحه. مهم هو دوره ان هو يفهمه كل التفاصيل عشان يوصل للنتيجه اللي هو عايزها. بيتعامل مع مهندسين سايت انجينيرز زيه، او مهندسين مكتب زي يكونوا ديزاينرز، برضو دول مختلفين عن دول، خدوا بالكم. بيتعامل مع اونرز، بيتعامل مع اصحاب شركات. فالشخص ده لازم يكون بيعرف يتعامل مع الطبقات المختلفه، وسهل ان هو يغير زي ما بيقولوا لونه او جلده، ويكون قريب للقلب. لان احيانا كتير مشاكل في الموقع ما بتتحلش تكنيكاليتي، هي بتتحل باللسان الحلو. مهندس الموقع مهم جدا يكون شاطر في الفيزياء. مهم كمان يكون ذكي وعارف كويس حدوده، ويعرف يوقف الناس عند حدودها. مش بقول ان هو يكون شخص مفتري واجريسيف، بس يكون حازم. السايت لو ما فيش كنترول عليه بشكل مظبوط هتبقى ميغا هتبقى في مشاكل لطيفه قوي، ما افضلش ان حد يقابلها. الخلاصه يا صديقي هي بسيطه، ولكن ما تستبسطهاش. مش شرط تكون دارس هندسه عشان تكون مهندس موقع شاطر، بدليل ان في مقاولين كبار وكتار واسماء رنانه في مصر باك جراوند بتاعتهم مش هندسيه، ولكن هم فيهم صفات معينه سمحت لهم ان هم يديروا مش مشروع واحد او مشروعين، بالعكس بيديروا ميجا بروجكتس، مشاريع ضخمه جدا بسبب السكيلز اللي عندهم، بسبب شويه تكتكه بسيطه ملهاش علاقه تماما بالهندسه. لمزيد من الحكم في كريم دولا كريم، عشان تعرفوا عن طبيعة الأشياء وطبيعة الأشخاص، الهندسة والبيزنس والسايكولوجي، انتظرونا.